وصفتي النهاردة من أجمل الوصفات لأجمل عزومات رمضان بإذن الله. رول اللحمة بحشوة الخضار، بسلة وجزر، حابة تحشيه أي حاجة زي ما انت عايزة. بس في الأول كده فضلا وليس أمرا، لو أول مرة بتشوفيني حطيلي كده لايك واشتراك في القناة وفعلي الجرس عشان يوصلك كل الإشعارات اللي بنزلها أول بأول. رمضان كريم عليكم، ورمضان مبارك عليكم يا رب العالمين وعلينا جميعا. اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين، اللهم أمين يا رب العالمين. تعالوا بقى كده نشوف احنا عملنا رول اللحمة ده عملناه ازاي بطريقة بسيطة وبتسوية جميلة وبسيطة جدا، والطعم في الآخر حكاية. هتقدميه مع رز بسمتي زي ما انت عايزة. عملت لكم وصفة الرز برضو، لو حد حابب يشوفها يرجع للقناة هيلاقيها. بسم الله ونصلي على الحبيب، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. معايا بصلاية متوسطة ومعايا كوباية بسلة على جزر. انا ممكن تحطي كوبايه بسله وكوبايه جزر زي ما انت عايزه، بس عشان انا ما الحشو ما تبقاش كتير، لان ده نص كيلو لحمه. زي ما احنا شايفين معايا نص كيلو لحمه. الاول كده هعمل الحشوه بتاعتي. معايا كده كسرولة على النار فيها معلقه سمنه بلدي، وهنزل كده فيها بالبصلايه زي ما احنا هنشوف مع بعض. السمنه البلدي طبعا بتفرق جدا. مش متوفر سمنه بلدي، زيت سمنه نباتي زي ما انت حابه. وبعدين كده معلش بقى بخار الكاميرا، البخار اللي النار فصل الكاميرا. حطيت كده عليه البسلة والجزر وتبلتهم بشوية ملح وفلفل وبهارات لحمة. بس أي توابل عندك، حاجات بسيطة كده. تشويحة البسلة مع الجزر في السمنة البلدي بتفرق جدا في الطعم. وركنتها بقى كده، حطيت لها كده نص كوباية مية لحد ما تستوي، لأن أنا عايزاها تستوي كده 3/4 سوا يعني. وهسيبها بقى لما تبرد خالص وتنشف من المية. معايا بقى في الكبة نص كيلو لحمة وبصلاية مبشورة، ومعايا معلقتين من البقسماط، وملح وفلفل والسبع بهارات، بهارات لحمة توابلك اللي انت بتحبيها. ومعايا قرن فلفل أخضر، وشوية كده من الكزبرة الخضراء بتديها برضو ريحة كده. يعني ايه الحاجة الخضراء كده بتدي ريحة للحمة جميلة جدا. وبعدين بقى نزلت فيهم بالكبة كلها، عجنتهم اللي يعني حابة تعجنيها بإيديكي كده، بس تكوني تتعبي شوية كده فيها، لأن احنا عايزين المكونات يعني تتخلط جدا جدا مع بعضها. انا ضربتها بقى في الكبه، فضلت اضرب فيها شويه حلوين كده لحد ما اداني خليط ناعم جميل جدا زي ما احنا شايفينه بالظبط. معايا بقى للتسويه هسويها بطريقه سهله جدا. مش هعمل بقى في ورق زبده وبعدين ورق فويل واحطه على النار، لا ده انا هعمله بطريقه سهله جدا جدا. معايا كيس من البتاع الحراري، الكيس اللي احنا بنسوي فيه الخضار يعني اللحوم والفراخ وكده، لو الكيس الحراري. جبته كده وفتحته كده بالمقص لحد ما فردته خالص زي ما احنا شايفين. وبعدين بقى نزلت دهنته الاول شويه زيت، ونزلت بقى بالخليط كله زي ما واضح قدام حضراتكم بالظبط. عملته كده على شكل مستطيل عشان يديني الشكل اللي انا عايزاه في الرول في الاخر. تخلوش يعني مدور، عشان طبعا احنا لسه هنسويه. بدأت كده بس بحرف السكينة. معلش بقى اعذروني على صوت ابني. بدأت كده بحرف السكينة ان انا اسوي السطح كله، يعني الجوانب الحواف بتاعة اللحمة كلها زي ما واضح قدام حضراتكم بالظبط. سويته يكون بسمك واحد. طبعا دلوقتي هننزل بقى الحشوة مع بعضها. الحشوة دي خطيرة جدا. البسلة والجزر ده من أحب الوصفات يعني من أحب الحشوات اللي أنا عملتها في رول اللحمة. في بقى بيحشوا جبن وبيض كده حاجات كده. أنا صراحة دي أفضل وصفة، اللي هي أفضل حشوة قصدي. البسلة مع الجزر والبصل بالسمنة البلدي طبعا خطيرة جدا. بدأت بقى إن أنا ألف الرول كده زي ما احنا شايفين. امسكي كده بحرف الكيس هيتلف معاكي كويس جدا، واضغطيه بقى كويس عشان مش عايزين أي فراغات فيه من الآخر يعني من جوه، يعني عايزينه كده. وخلي برضو القفلة تحت فوق مش فارقة، لأن طبعا احنا المفروض ان احنا نريحه شوية في التلاجة. بدأت كده بقى ان انا اسد كده الحروف بتاعته من هنا ومن هنا عشان اقفلها كويس جدا. واضغط بقى عليه كده زي اللي هيبقى زي كده الرول بتاع اللانشون كده لما بنعمله. تسويته هتبقى سهلة جدا، مش محتاجة بقى ان انا احط مية على النار ولا الكلام ده. في الكيس زي ما احنا شايفين هعملها كده زي البونبوني كده من هنا ومن هنا. بدأت ان انا اضغط عشان مش عايزة اي فراغات هوا. وبرده بخلة بالخلة كده بتاعة الأسنان، أو يعني بالعود الشطاوة كده. خرمت خرم صغير عشان طبعا أنا قافلة الكيس كويس ما يفرقعش مني. واللي كان عندي بقى الخيط كده لفيته من حرفين. لو عندك القفلة اللي هي بتاعة الأكياس اللي بتيجي معاها، هي صراحة كانت ضاعت من عندي، فقلت خلاص بقى هتصرف يعني. حطيت كده، جبت صينية وبدأت بقى نزلت الرول فيها زي ما احنا شايفين. مش هحط له حاجة خالص، هحط بس كده. خليت قفلة الكيس لأن الكيس ليه فتحة، خليتها تحت عشان لو اتنفخ كده يعني ما يدخلش بخار عنده. دي كانت وصفة الرز اللي انا كنت بعملها هقدمها معاه. انا نزلت لكم وصفة الرز يا حبايبي لوحدها. طبعا اتحمر كويس جدا جدا زي ما احنا شايفين.
سيبته كده حوالي نص ساعة، وبعدين بقى بدأت ان انا اضيره من هنا ومن هنا، يعني كل شوية كده اضيره على جنب عشان كل الحروف بتاعته من كل الجوانب تتحمر زي ما احنا شايفين. ولا حمرته بقى ولا ولعت له شوايه ولا حاجه، هو الكيس الحراري بيحمر الحاجه كويس جدا، اي اكل فيه بيحمره كويس خالص. لو انت لقيتيه مش متحمر افتحي الكيس كده وولعي له الشوايه شويه زي ما انت عايزه لحد ما توصلي للون اللي انت عايزاه. زي ما احنا شايفين سخن جدا جدا، ولا بيتكسر ولا اي حاجه حتى وهو سخن. اللحمه متماسكه جدا مع بعضها، والحشوه خطيره وجميله جدا. هقرب لكم الكاميرا عشان تشوفوه، انا طبعا مش قادره امسكه خالص عشان هو سخن. يعني المفروض لو هو سخن كده، لو هو التسويه بتاعته مش مظبوطه والمقادير مش مظبوطه، ان هو بقى كده يفتح من بعضه. لكن طبعا المقادير مظبوطه كويس جدا. ودي يا حبايبي كانت وصفتي النهارده. لو عجبتكم بقى ما تنسونيش في اللايك والشير وسبسكرايب واشتراك في القناه وفعل الجرس كده عشان يوصلك كل الاشعارات اول باول. ولحد بقى ما اشوفكم في وصفات اكتر واكتر، هتوحشوني. اسيبكم في رعايه الله وامنه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.